السلام عليكم. النهاردة هنعمل وصفة جديدة من وصفاتي. هنعمل البريوش. هنعمله بطريقة سهلة جدا وبسيطة، يا رب تعجبكم. شايفين شكله وجماله ما شاء الله، هش جدا وطري جدا. نبدأ على بركة الله ونشوف عملناها ازاي. هجيب بولة كبيرة للعجن أو طبق كبير نعجن فيه. هفضي كوباية من اللبن دافية، معاها معلقة من الخميرة وحوالي 5 معالق سكر. عايزين تزودوا السكر اكتر براحتكم، انا بحب السكر بتاعه هادي. هقلب السكر والخميرة لحد ما ادوب السكر. بعدين هضيف عدد 2 بيضة وبياض بيضة. هضيف 3 كوبايات دقيق الاولانيين، معلقة صغيرة من الملح، ومعلقة صغيرة برضو من البيكنج باودر. وهبتدي اخلط كل المكونات دي مع بعض. الكوباية الرابعة انا ركناها على جنب على ان اشوف الدقيق نوعيته بتشرب السوائل ولا ما بتشربش سوائل، ممكن نحتاجها وممكن لا. هشيل المضرب وهبتدي بقى اعجن بايديا. هبتدي اضيف الدقيق اللي هي الكوبايه الرابعه، بس بالتدريج برضو، مش هضيفها كلها مره واحده. احنا احتاجنا كل الكوبايه كلها استخدمناها كده، 4 كوبايات بالظبط. هجيب قطعه من الزبده حوالي 100 جرام بعد ما خلصنا عجن، وهقلبها في العجينه. ما شاء الله قوام العجينه ناعمه جدا زي الملبن بالظبط. هغطيها واسيبها تختمر، وده حجمها بعد ما اختمرت. هنفضي الهواء منها. ما شاء الله ملمس العجينة ناعم جدا. شايفين ما بتتقطعش خالص، مهما تمطي فيها ما تتقطعش، دي معناها كده العجينة ناجحة. هسيبها ترتاح لمدة 5 دقايق، وبعدين نبتدي التشكيل. طبعا الشكل اللي يعجب حضراتكم هتعملوه، مش مقيدين بشكل معين، اي شكل يعجبنا واسهل لينا هنعمله. انا قسمتها على جزئين، هنعمل كل جزء بشكل، والاتنين اسهل من بعض. هفرد العجينة بالطريقة دي، واحاول اظبط الاطراف بتاعتها. هعملها في شكل مستطيل. هجيب شوية من الزبدة واحاول ادهن بيهم السطح بتاع العجينة او الوش بتاع العجينة. دهنة خفيفة خالص، يعني حاجة خفيفة جدا، لان هي اصلا فيها الزبدة بتاعتها وفيها كل كفايتها. الدهنة الخفيفة دي بتخليها من جوه هشة جدا.
هبتدي اقطعه شرايط بسكينة البيتزا بالطريقة دي. طبعا لو عندك اي حاجة عايزة تحشيه بيها شوكولاتة او زبيب مفيش مشاكل، لكن انا عملته سادة مفيهوش اي حشوات. هلفه بالطريقة دي كده زي رول كده بالظبط. وبعدين هضغط عليها وافردها. شايفين طريقة سهلة جدا ما فيهاش اي تعقيد ولا اي مشكلة. هنحاول نقفل الحرف بتاعها علشان ما يطلعش لبره كده اثناء واحنا بنخبزها. وده شكلهم بعد ما لفيناهم. هحط في صينية فيها ورقة زبدة واسيبهم لحد لما يختمروا. الشكل التاني انا ما عملتش فيه اي شكل خالص، عبارة عن كور ورصيتها في الصينية وفردتها شوية مفهوش اي مشكلة. وادي العجينة اهي بعد ما خمرت ده شكلها. هجيب صفار البيضة اللي كنا راكنينه احط عليه معلقتين من اللبن وهدهن بيه الوش بتاع البريوش. عايزة تحطي سمسم حطي، مش عاوزة براحتك. هولع الفرن على درجة حرارة 200 وهسيبه لما يسخن. اول ما يسخن احط البريوش في الفرن. ده شكله بعد ما طلع. هدهنه بقطعة من الزبدة بتديله لمعة وبتديله ريحة حلوة. بعد كده هغطيه واسيبه لما يبرد. ممكن نقدمه بالشكل ده على وضعه الحالي، وممكن ان احنا نزوقه بشوية من المربى او شوية من العسل او شوكولاتة او شوية مكسرات، اي حاجة عندكم تقدروا تستخدموها. انا دهنته بشوية من العسل ورشيت عليه شوية من جوز الهند، ما عملتش اكتر من كده. وده الشكل التاني قدمناه سادة من غير اي حاجة. بجد وصفة تستحق التجربة. ودي كانت وصفتنا النهاردة، يا رب تعجبكم ورضاكم. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير. اللي لسه ما اشتركش في القناة رجاء الاشتراك وتفعيل الجرس حتى يصلكم مني كل جديد. وإلى اللقاء في وصفات أخرى قادمة. السلام عليكم.